يا تقف جنبه وتساعده يعدي محنته، يا تسيبه في حاله. احنا لما بنختار ما بنبقاش عارفين اننا هنتخذل، بالبلدي كده ما بنبقاش عارفين اننا هناخد على قفانا، ستات بقى او رجاله. لما حد يجيلك مكسور ما تنظرش عليه، وخصوصا الاهل. لما حد بيتجوز او يدخل في علاقة ويطلع الطرف التاني مش قد الثقة، منافق او خبيث او حتى خاين، بلاش بقى اسطوانة انا حذرتك اصل انا ما كنتش راضي عن العلاقة دي، شفت بقى ربنا عمل ايه. وبلاش بقى جملة ما هو اختيارك، استحمل بقى، لان ربنا هو اللي بيألف القلوب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب. فما فيش واحد بيتجوز مرات واحد تاني، ولا واحدة بتتجوز جوز واحدة تانية. الجواز قدر ونصيب. فلما حقيقة الشخص تتكشف ويجيلك البني آدم مكسور، ما تكسرش فيه بزيادة، لأن ببساطة لا يعلم الغيب ولا نوايا البشر إلا ربنا سبحانه وتعالى. والخبيث ربنا ستره، بس لما اتمادى ربنا كشفه ونور بصيرة الطرف التاني. بعد ما فرص الطرف الأول كلها خلصت. من الآخر، اقف جنب ابنك أو بنتك أو صحابكوا أو اخواتكوا، لأن اللي بيتكسر بتفضل كسرته معلمة فيه، لأنه بيكون واثق ومآمن. هو مغلطش، هو تعامل بما يرضي الله وبحسن النية مع حد ما يعرفش ربنا ولا بيخافه، فما تزودهاش عليه. يا تقف جنبه وتساعده يعدي محنته، يا تسيبه في حاله، فلتقل خيرا أو لتصمت.